ايه؟ كنت بتقول لي على كنت بتقول لي على القصيده بتاعت هي الفرحات. القصيده دي يعني هي موضوعها جديد في الاغاني. احنا عايزين فعلا يعني نعمل فكره جديده، كل غنوه لازم كلها فكره جديده فعلا. وفيها شبه قصه، لان هو بيتكلم على خصله الشعر. كان بيحب طبعا، واتفق مع حبيبته على انه هيجوزهم وخد منها خصله شعر، وكان بينهم بعض جوابات وحاجات زي كده. فلما رجع من المهجر الى بلده وجدها انها اتجوزت، فقال فيها قصيدة اعتقد انه ممكن عمل حاجة فنية منها. فبيقول فيها: خصلة الشعر التي اعطيتنيها عندما البين دعاني بالنفير، لم ازل اتلو سطور الحب فيها وسأتلوها الى يوم الاخير. يا حلا خنت عهد الحب لا بأس، فإني مكتف بالأثر الحلو الثمين، وأنا ما عدت أحيا بالتمني بعدما منيتني 5 سنين. أشكر الله فما الإخلاف مني، إنني كنت لك الصب الأمين. راجعي سيرة حبي، راجعيها، فهي نور ساطع للمستنير، وإذا مرت بك الريح سليها إنها تعرف من أمر الكثير. الله الله الله. ربطة القلبين حلتها يداك، ويدي تأبى امتهان الشعرات، لم يحركها إلى الإثم جفاك، فهي لا تعرف غير الحسنات. لمسها مجموعة الشعر يحاكي لثم هذا الثغر. تلك الوجنات إن أعود يوما إلى الحي تريها مثلما سلمتها يوم المسير. هي كالطفلة في حضن أبيها، لا ترى إلا حنانا وشعور. هي أصفى منك حبا وودادا، هي أوفى منك رعيا للقمم. هي في غي الصبا لم تتمادى، هي لم تتبع هوى جر ندم. أنت قوضت من الحب العمادة، أنت خنت العهد عمدا، وهي لم تراوغ، لم تر الصبب فيها عسلا، والحقد في القلب يثور. قد وفت لي فأنا أيضا أفيها، وكلانا حافظ عهد العشير. الله الله. كلما أذكر أيام صبانا ولياليها اللذيذات العذاب، تصهر الأحزان في قلب الجنانا، وأقاسي كل أنواع العذاب. فإذا أبصرت أن الموت حانا، وتمثلت نزولي في التراب، نشقة من خصلة الشعر تليها قبلة تخمد ذياك السعير، فتخوض النفس بحر الأنس فيها، ويغيب اليأس عن قلب الكثير. الله الله. ده اللي أذكره منها، وأظن يعني أنها لا هو ممكن عمل حاجة فنية. انت هو بيمشي للآخر لما بيقول يعني ان خصلة الشعر ما تعلمتش منك حاجات معينة فيها. بيفضلها عليها يعني. بيفضل خصلة الشعر عليه. هو الموضوع نفسه جديد، وطريقة المعالجة جميلة. واعتقد انه ده حاجة يستطيع كمال الطويل انه يعمل منها حاجة كويسة جدا. بس بقول لك كامل دي ان القصيدة بالشكل ده فيها ابيات ما تتغناش. طبعا، ما هو فيها حاجات ما تتغناش. يعني مثلا يعني الواحد يعني واحد زي حضرتك عارفها وعارف ايه اللي بيغنى، تستخلص منها انت. انا اعتقد ان هو يعني فيها حاجات ممكن ان احنا نستغنى عنها من غير ما نضيع الوحده بتاعت القصيده او الموضوع نفسه يعني. هو بيعالج دي. انما يعني شايف انه هو حاجه طبيعيه. والواقع انه الادب العربي الحديث خصوصا عالج حاجات يصح انها يعبر عنها بالالحان وتبقى اغاني يعني. لانه احنا لحد النهارده عايشين في الماضي، يعني المجتمع بتاعنا ما هواش ممثل في الاغاني، وخصوصا الاغاني اللي بالشعر او باللغه اللي اصطلح على تسميتها الفصحى. فيعني بيحدث كثيرا انه مثلا واحد بيشوف واحدة وبيحصل بينهم اعجاب خفي، وبيعبروا عنه بالسلام من بعيد،
فالشاعر ابراهيم طوقان وده من شعراء فلسطين حصل له او دخل في هذه التجربة فعبر عنها لما بقت كل ما تقابله في النادي اللي بيتعودوا انهم يتقابلوا فيه يسلم عليه انها تحنى راسها وهو يسلم من بعيد، ودي اظن يعني حاجة طبيعية بتحصل. فهو مش عاوز كده، هو عاوز انه فعلا يبقى الحب علنا وعلى رؤوس الاشهاد. فيقول لها اصبحت لا يشفي غليل ابتسام ولا انحناء الرأس عند السلام، أولى بنا أن نتشاكى الغرام، يا حبذا لقيا على موعدي وحبذا أخذ يد في يدي حتى يقول الناس هامت وهام. الله. ده اللي أنا يعني بقول إنه يجب أن يدخل في أغانينا ولأنه من صميم الواقع أو من صميم المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. طب بقى يعني انا عايز اخد منك وعد انك انت هتشوف لي كام قصيدة من المعاني دي. ان شاء الله، ده ضروري يعني باذن الله. خلاص. يسعدني اني اشترك في سهرة نجوم الفن الليلة بتقديم اغنية من اغنيات فيلم الجديد دليلة اللي لسه هتشوفوه بعد 5 شهور، وده اول فيلم مصري بالالوان والسينما سكوب. والاغنية دي من تأليف الأستاذ حسين السيد وتلحين كمال الطويل. حبيب حياتي اللي أهاتي بتغير عليه من رمش عينيه، خلاص لقيته وعرفت بيته وتلم شمل القلب عليه. حبيب حياتي. حبيب حياتي اللي أهاتي بتغير عليه من رمش عينيه، بتغير عليه من رمش عليه.